أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات. هذه المسيرة الوطنية اللي نظمتها حركة توادى لمازيغا، الهدف ديالها هو التذكير بالمطالب الأمازيغية اللي هي جزء لا يتجزأ من المطالب الديمقراطية في المغرب ومن المطالب ديال المواطنة، باعتبار الأمازيغية هي جوهر الكيان الدولتي والمجتمعي بالمغرب. وبهذه المناسبة كنذكر بأن التظاهر حق ديال كل واحد، وأن أي اعتداء على المتظاهرين أو الاعتقال ديالهم هو نوع من مس الكرامة ديالهم. وكنندد هنا بأن تظاهر ديال المعطلين حملة الشواهد والخطوط العليا كانوا ضحية ديال الاعتقال ديال التعسفات اللي خصنا ندينوها بكل قوة، لأن ما غاديش يمكن أننا نقبلوا باش يتزاد على المحنة ديال البطالة تزاد محنة الاعتقال. ولهذا السبب حنا كنوقفوا مع المعطلين في المعركة ديالهم من أجل الكرامة ومن أجل الشغل من أجل العدالة الاجتماعية، كما أننا نندد بأي اعتداء عليهم أو تلفيق ديال التهم أو المحاكمات المفتعلة والمصطنعة. وكنطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، سواء المعتقلين ديال القضية الأمازيغية أو المعتقلين ديال المعطلين. شكرا أستاذ عاصم.